هل مات الرسول أم قتل؟ وشو تقول المصادر؟ من المواضيع الجدلية الشائكة في التاريخ الإسلامي هو كيفية موت سيد الأمة. راح تسمعون تفاصيل قد ما تكونون سامعيها، راح نعرض الآراء ونشوف الاختلافات اللي صارت وبالمصادر، راح نطرح القضية بالرواية السنية وراح أطرحها لكم بالرواية الشيعية. ابقوا يعني. موضوع استشهاد النبي تقريبا يأكده غالبية المسلمين. عند مراجعة الأخبار المشهورة نجد أن الروايات تذكر طريقة استشهاده وهو عن طريق السم، ولكن صار اكو اختلاف بين الشيعة والسنة في سبب الوفاة. الرواية السنية شو تقول؟ الموت صار بسبب سم اليهودية، وهاي اليهودية بحسب ما يذكرون تصير أخت مرحب اللي قتل الإمام علي. ويستشهدون برواية في صحيح البخاري عن عائشة قالت: ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. فيذكرون أنه قبل وفاته ب3 أو 4 سنين أكو يهودية كانت من خيبر أهدت النبي صلى الله عليه وآله شاة مسمومة، أهدت ذبيحة من الغنم فأكل منها النبي وتأثر بعد مدة. فيذكر ابن حجر العسقلاني في هداية الرواة أن هاي اليهودية سممت ذراع الذبيحة بعد ما عرفت أن النبي يحب الذراع، فالنبي دز عليها وأخبرها بالسم، فهي تفاجأت وسئلت: من أخبرك؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: أخبرتني هذه، وأشار لذراع هاي الذبيحة. فمن سألها النبي: شنو اللي خلاك تسوين هذا الفعل؟ شو تقول اليهودية؟ يذكر أبو داود في السنن عن أبي هريرة قالت: إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. فتأثر النبي بعد مدة بهذا السم واستشهد. هاي الرواية السنية اللي يعتمدوها أشهر علماء السنة. شو رأيكم؟ هل مات النبي من أثر سم اليهودية؟ وهسه رح نذكر الرواية الشيعية. كذلك غالبية الشيعة يذكرون أن النبي مات من أثر السم، وهذا ورد في كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق عن الإمام الحسن عليه السلام أنه قال: إني أموت بالسم كما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وحادثة سم اليهودية هذه الشيعة يثبتوها لو ينكروها؟ هذه الحادثة يثبتوها ما ينكروها، ويثبتون أنها حصلت فعلا، ولكن ينكرون أن النبي أكل أصلا من هذا اللحم المسموم. طبعا تذكر رواية البحار أن هاي اليهودية تكون ابنة أخ مرحب وليست أخته، فيثبتون أن النبي قتل ولم يموت، وكتبهم تذكر هذا المعنى، ولكن كشاهد يحتجون به على المخالف. يستدلون بروايات من كتب السنة تشير لهذا المضمون، منها مثلا ما ورد في تاريخ الطبري من أن النبي تناول الذراع المسمومة فأخذها فلاك منها مضغة فلم يصغها، وكان معه بشر بن البراء هذا اللي مات. شو تقول الرواية بعد؟ بشر أخذ من هاي اللحمة المسمومة كما أخذ رسول الله، فأما بشر فأساغها يعني أكلها، وأما رسول الله فلفظها ثم قال: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم. لاحظوا، النبي ما أكلها، لفظها. وكشاهد آخر في رواية ذكرها البيهقي في دلائل النبوة: فلما قربته إليه، اليهودية من قربت اللحمة المسمومة للنبي وبسط القوم أيديهم رادوا يأكلون. إيش قال النبي؟ قال: أمسكوا فإن عضوا من أعضائها يخبرني أنها مسمومة. لاحظوا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما أكل. وهذا مؤكد آخر يذكروه الشيعة لرواية الطبري وغيرها من الأخبار اللي تحمل هذه الدلالة. راح أترك لكم المصادر أسفل الفيديو. فإخبار الله للنبي بسمية هذه الشاة كان تحذير، وهذا التحذير يستوجب عدم أكله من ذلك الطعام، بدليل قال الأصحاب: كفوا أيديكم. ولا شنو الداعي من التحذير الإلهي إذا كان النبي أصلا راح يأكل من الطعام؟ لاحظتوا؟ هاي وحدة. وأيضا يقولون أنه بين اليهودية وبين موته من 3 سنوات إلى 4 سنوات، وهذا أمر غير منطقي أبد. فكيف لسم أن يظهر مفعوله بعد كل هذه المدة؟ لا سيما وأنه أكو صحابي اتأثر وقتها بذلك السم، فهذا يدل أن السم ما كان من النوع اللي يتأخر ظهوره مدة طويلة. وأيضا لو تأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسم لصدقت اليهودية بدعواها، لأن قالت: إن كنت نبيا لم يضرك. هاي معناتها إذا تأثر أنه ليس بنبي بحسب دعوة اليهودية حتى لو بعد مدة، بالنتيجة حصل الأثر. طيب، واحد راح يسأل: إذا كان النبي لم يمت عن طريق اليهودية كيف مات بالسم؟ هنا راح تسمع كلام شوية غريب، ولكن تحليل يحمل تساؤلات يراد لها تأمل شوية. في صحيح البخاري هناك حديث الشيعة يستدلون به على استشهاد النبي بالسم. هذا الحديث مروي عن عائشة. شو تقول؟ لددنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه فقال: لا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا لده غير العباس فإنه لم يشهدكم. الغريب بهذا الحديث: أولا، نهي النبي أن يعطوه أي دواء، وكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المفروض لا يعصى، مع ذلك يظهر من فعل عائشة عصيان واضح. ثانيا، ردة فعل النبي تكشف أن هناك شيء أكبر من كونه دواء. ولا لماذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر الجميع أن يشربوا من هذا الدواء؟ معقولة نبي الرحمة يعاقب من يعطيه الدواء بهذه الطريقة القاسية؟
ثالثاً، يظهر من كلمة لددنا أن هناك جماعة كانوا موجودين مع عائشة شاركوا بهاي العملية، لم تكن وحدها، وهذه الجماعة كانت رجال ونساء موجودين في البيت. وهذا يظهر من رواية الحاكم، قالت عائشة: فلد الرجال أجمعون، وبلغ اللدود أزواج النبي، فلددنا امرأة. رابعاً، الغريب أخواني، صحيح البخاري وضع هاي الرواية في كتاب الديات، والمعروف أن الديات لغة تتحدث عن القتل والقصاص، كما جاء هذا المعنى في لسان العرب لابن منظور، وذكر في معجم المعاني، واصطلاحاً يشمل الجنايات. طيب شنو الجناية اللي صارت بهذا الحديث؟ هذه الأمور الغريبة جعلت الشيعة يرجحون أن الذي دس للنبي ليس دواء بل سم، فروي عن الإمام الصادق عليه السلام في البحار: فسم قبل الموت إنهما سقتاه. شو رأيك؟ يا رواية تشوفها مقنعة أكثر، الشيعية لو سنية؟